الإضراب العام، اجتماع مطول جمع ممثلين على الحكومة بممثلين على الاتحاد باش يتوصلوا لاتفاق في ما يخص الإضراب اللي كان قرروا الاتحاد لنهار 13 ديسمبر. ناخذوا آخر التطورات في الموضوع مع مبعوثتنا لمقر الاتحاد ملاك اليزيد. ملاك، مساء الخير، شنو صورة الوضع عندك؟ عسلامة حمزة، مرحبا بيك ومرحبا بكل مشاهدين على قناة نسمة وفي برنامج ناس نسمة. كما قاعدين تسمعوا كما قاعدين تشوفوا، أنا موجودة في إحدى شرفات اتحاد شغل، ننقل لكم صورة وصوت الوقفة اليوم اللي اختاروها الفنانين باش يعبروا بها على مساندتهم لإضراب اتحاد الشغل. أكيد نخلي زميلي جيلاني ينقل لكم الصورة بوضوح أكبر. بالشموع اليوم الفنانين اختاروا يساندوا مواقف الاتحاد بعد الأحداث الأخيرة اللي صارت. كيف اليوم حمزة كان ثم لقاء صحفي في مقر الاتحاد، كانوا فيه ضيوف خاصين من الكونفدرالية الدولية للشغل، جاوا باش يساندوا نقابي اتحاد الشغل التوانسة، إلى جانب سي سامي طاهري عضو المكتب التنفيذي للاتحاد باش يعطينا أكثر تفاصيل. سي سامي، زيارة نقابي الكونفدرالية الدولية اليوم، شنو الرسالة اللي حبوا يوصلوها من خلال زيارتهم وحضورهم مقر الاتحاد بتونس؟ هي رسالة التضامن النقابي العمالي العالمي. ما هيش أول مرة. في 26 جانفي 78 النقابات العالمية كانت واقفة مع الاتحاد، في أزمة 85 نقابات كانت واقفة مع الاتحاد، وفي كل مرة أي أزمة تقع وأي هجوم على الاتحاد إلا ونجد التضامن العالمي العمالي، وهذا سنة موجودة بين نقابات العالم. وحتى لا يقولون بأننا نستقوي بالأجنبي، هذا عادة وتقليد نقابي عمالي، واحنا معتزين به وفخورين، خاصة وأن الاتحاد مشترك في الكونفدرالية الدولية للنقابات وهو نائب الرئيس وفي مكتبه التنفيذي. سي سامي، اليوم كان ثم لقاء مع ممثلين من الحكومة، كان ثم نقاشات، ثم معطيات معلومات تقول لي ممكن إلغاء تاريخ 13 ديسمبر للإضراب. اليوم أنتم تأكدوا أو تنفيوا الإمكانية هذية، وهل أنه الاتحاد مازال متمسك بتاريخ 13 ديسمبر؟ اليوم نأكد أن إضراب 13 ديسمبر قائم الذات ولم يقع تغييره ولا إلغاؤه، وهذه كلها تسريبات وإشاعات وتشويهات ومغالطات. الجلسة اليوم مازال لم يتم تقييمها، وإذا كان رأينا أن فيها إشارات يمكن أن دعوة الهيئة الإدارية الوطنية لمناقشتها. الآن إلى حد الآن ليس هناك لا تقييم ولا قرار، وندعو كل النقابيين والعمال للتجند لإنجاح إضراب 13 ديسمبر في انتظار الجديد الذي لا يمكن أن يكون مصدره إلا المكتب التنفيذي. ونقول بأن أي إشاعة تخرج ولا يكون مصدرها المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل هي مغالطة ومحاولة للإرباك. أكيد حمزة، كما كنا نسمعوا في سي سامي طاهري اللي أكد الكلام هذا زاد اليوم في لقاء صحفي. مازال تاريخ 13 ديسمبر قائم الذات، في انتظار تراجع الاتحاد أو لا. نرجع لك الخط حمزة.